السلام عليكم. وقيلا آخر وحدة تقدا هي أنا كنخلي تقدياتي بقاو لي 2 سيمانات عاد كنتقدا. خديت البيسطاج من ليدل واللوز، أما الباقي خديتو من البازارات، خديت من عند البازارات ديال العرب وخديت من البازارات ديال الهنود. هاد الجنجلان هذا خديتو من البازارات ديال العرب. هذا راه عامر بالحجر، ردوا البال، يعني خصكم تنقيوه وتعاودوا عاد تغسلوه، يعني راه عامر عامر. عرفتي شنيا عامر بالحجر؟ هادو خديتهم من عند الهنود، حليتهم، راه هادشي راه كله راه البارح خديتهم، ولكن راه كلهم غسلتهم. بالنسبة للعطري، بالنسبة للجنجلان ديال الهنود راه نقي، خدمي به بعينك مغمضين، يعني ما فيه لا حجر لا حتى شي حاجة، غير غسليه صافي واستعمليه. اما الاخر خصك تنقيه مزيان، عاد يمكن لك تغسليه. خديت 10 الباكيات ديال اللوز، كل باكية فيها 200 غرام، باش نصايب بهم السفوف ونصايب بهم بريوات. صافي. وخديت العطرية عندهم زوينة. أنا خديت غير الحارة، يعني ما خديتش العطرية الأخرى، جبتها معايا من المغرب. عندهم الحماص، عندهم العدس، عندهم كل شيء. والباكية باكية نتي اللي بغيتي 2 كيلو، بغيتي 3 كيلو. هذا راه الزبيب عندهم زوين، من الباكية ديالو كيبان زوين، ولكن ما عمرني ما استعملته، أول مرة كناخدو من عندهم، وديما كنت كنتقدا من عندهم. هذه ميزينة حتى هي فيها كيلو، وثمن مناسب، يعني ثمن زوين عندهم. حتى الطحين راه خديته. الطحين خديته ديال المغرب ب5 €، يعني راه عندهم ثمن مناسب. هادشي اللي شفتوه كله يعني زويون ونقي، ما فيه حتى شي حاجة. يعني السلعة راه ماشي ديالهم كلها، يعني راه ديال المغرب، ديال الطحين اللي خديت راه ديال المغرب. التمر كل شيء. نتمنى تعجبكم، واخا غير فكرة بسيطة. ما تنساوناش بقليب حمار والبارطاج مع الناس. واشركم بروكا، ونشوفوا فيديو جديد.